زي ما اتفقنا خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد. ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. طبعا كنا اتكلمنا على المالتي ده قبل كده، والمالتي ده زي ما قلنا بيركب لأي عربية ولأي طارة. والمالتي ده وايرلس اللي هو ليه قطعة بتركب في الشاشة، وهو ايضا بيركب في الطارة. كانوا بيعملوه لزق واحنا عملنا التعديل الجديد والاختراع، وعملنا حتة ان احنا نحفر له جوه الطارة وبنخش بقلب جامد ونطلع الشغل مظبوط وزي الفل. الاضافة الاخرى ان الناس كتير سألتني اجيبه منين ورقم التليفون، وانا لما توصلت الرقم التليفون قلت انزل لكم الفيديو واوريكم الفتحة الجديدة، واللي احنا جبنا بنطة من بره جديدة مظبوطة اللي هي تطلع كل حاجة سنتر، ومع شوية اللحامات البسيطة، وفي حاجات هتبقى باللحامات ومن غير لحامات، يعني في من ده ومن ده حسب الشغلانة اللي قدامك. دي بتعدي في الحديد والبلاستيك والجلد وفي كل حاجة. البنطة الجديدة دي تمام يا جماعة. وتعبت قوي عشان اجيب السنتر بالظبط، ولكن انا بشرح كل حاجة، مش لازم تجيلي، انا بشرح ده بتفتح ازاي وبتعمل ازاي، تقدر انت تعمله. انا موجود هنا عشان افيد الناس. واحب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وربنا يسعد الجميع وصوما مقبولا ان شاء الله. وتحياتي لكل الناس، وبشكر كل الناس الجميلة اللي بتقول لنا كلمة طيبة واللي بيدعوا لنا، مع العلم ان الواحد في كرب شديد جدا من اجل حاجات معينة، ولكن نحمد ربنا على كل حال. وشكرا للناس الجميلة. وزي ما انتم شايفين احنا فتحنا الفتحة يمين وشمال وركبت وزي الفل، والمالتي زي الفل. حبيتش بقى اوريكم راكب في العربية، انا بس نزل كمالة عدد بما اني عامله قبل كده، وان شاء الله اللي جاي احلى واقوى. وكل ما تستنونا فيديوهات جديدة بتشجيعاتكم الجميلة بنوصل للاحلى والاقوى. وتحياتي الجميع، استنونا فيديو جديد، فكرة جديدة، وحل مشكلة جديدة، والى اللقاء.